السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي افضل حال يا رب العالمين. يوم جديد ورزق جديد لي ولكم يا رب العالمين. ربنا كده يفتحها في وشنا، وربنا يرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب يا رب العالمين. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر بخواطركم ويفرحكم بحبايبكم يا رب، وما يضركوش فيهم ابدا يا رب العالمين. النهاردة اليومين دولت الجو ساقعة ولسه الجو هيسقع كمان وكمان. فقلت بقى ايه، ننظف البيت، علشان لما الواحد يقفل كده ويدفي، الواحد يحس بريحة النظافة ويشم النظافة كده، ما يبقاش الواحد ايه، آه مكسل وموخم وقدامه الحاجات كلها عايزة تتعمل وما يعملش اي حاجة. ربنا كرمني ونشطني كده واداني الصحة، وقلت اقوم اشوف حالي وحال البيت، واقوم اشوف هعمل ايه للبيت وللعيال. ربنا كده يا رب ما يحرمكم من صحتكم ابدا يا رب يا رب يا رب. الصحة ديت نعمة كبيرة ونعمة، احلى نعمة خلقها ربنا للانسان. الصحة ديت الانسان بيعمل بيها كل حاجة، هو اللي يقدر يسعى بيها في الارض وما يتحوجش لحد. ربنا ما يحوجكوش لحد ابدا يا رب، وتفضلوا بصحتكم طول العمر. ما يحوجكوش لاي حد، حتى لو ولادكم اللي يعملوا لكم حاجه ولا يديكوا اي حاجه. تفضلوا دايما كده بصحتكم، واقفين على رجليكم، تقضوا حاجتكم، ويوسع رزقكم يا رب العالمين، ولا يضركم ابدا في حبيب. ربنا يفتح علينا وعليكم يا رب، وربنا يرزقنا جميعا بالرزق الصالح، بالرزق الطيب، بالرزق الوفير، بالرزق اللي يرضيه عنا يا رب العالمين، دنيا واخرة. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر بخواطركم يا رب، زي ما انتم ما بتكبروا بخاطري وبتقولوا لي كلام حلو في التعليقات، وبتحاولوا تساعدوني وتساعدوا القناة اللي هي ترتفع شوية. ربنا كريم. ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب ومن حيث نحتسب يا رب العالمين. بصوا بقى، حسيت كده اللي الدنيا مش مظبوطة، قلت بقى ايه، اعمل حبة نشاط. وطبعا اهم حاجة المطبخ والبوتاجاز، ده اهم واهم حاجة. لازم يبقى نضيف كده علشان يفتح النفس. لو الواحد وقف وعمل عليه شوية أكل، شوية حتى لو شوية شاي، يبقى الواحد يعمل عليه كده إيه بنفس مفتوحة. ربنا يفتح نفسنا جميعا يا رب، ويملى بيوتنا بالخير، وبيوت المسلمين يا رب العالمين. ربنا يا رب يجعل الدفى على كل اللي ملوش مأوى واللي ليه مأوى يا رب. ربنا يجعل في بيوتكم الدفى كده دايما، ويجعل في بيوتكم الخير كله. اللهم امين يا رب العالمين. برضو انا انتوا عارفين البوتاجاز دوت، يعني بصوا، اهم حاجة بالنسبة لي طبعا ايدي ورجلي اللي انا بعمل عليه كل حاجة. وفي اي وقت لما بيبقى بايظ، او لما تبقى ما معرفش اشغله، الحاجة كلها متهيألي بتقف يعني. الله المستعان. فلازم احافظ عليه. انا كنت الاول بصراحة كنت بخرجه بره، وكنت بفككه حتة حتة كده، وبغسله وبرش بالمية وبرش بالخرطوم. بس انتوا قبل كده من فترة يعني، في بداية ما فتحت القناة كده، قلتولي لا، ما البوتاجاز ما تقعديش كل شوية يعني بالمية وتجيبي عليه مية. حافظي عليه علشان الحاجة تقعد معاكوا فترة طويلة. وفعلا لما بقيت يعني ما اهلكش، ما ارش. كنت الاول برش من جوه ومن بره بالميه يعني، بس الحاجات ديت فعلا عايزه المحافظه. ولما تحافظوا عليها تقعد معاكم فتره طويله يعني. وخصوصا الحاجات ديت بتبقى غاليه، غاليه اليومين دولت. الواحد لو فقد الشيء مش هيعرف يجيبه بسهوله يعني. ربنا يرزقنا جميعا الرزق يا رب الحلال الطيب، اللهم امين يا رب العالمين. فبقيت احافظ عليه بقى، وبقيت انضفه يعني على الناشف كده، مش بمية كتير ولا اي حاجة. وبرضو توفير للمية، وبرضو توفير للصحة. والله ما عاد فيها صحة زي الاول. انا كنت الاول بشيله وبخرجه قبل ما اعمل العملية، وقبل ما يجرالي اللي جرالي، الحمد لله على كل حال يا رب العالمين. كنت بشيله لوحدي وكنت بخرجه، وكنت بقول لكم بفكه حتة 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 كده. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللي احنا واقفين وبنخدم نفسنا وبنخدم اولادنا. ربنا يا رب ابدا 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 يا رب ما يحرمنا من صحتنا ولا من عافتنا ولا من عيالنا، ونفضل نعمل لهم يا رب العالمين، ولا يحوجنا حتى لعيالنا اللي احنا مخلفينهم. ربنا يرزقنا جميعا الصحة وإياكم يا رب العالمين، ويشفي كل مريض
ويهدي كل عاصي يا رب، يا رب. كل الولاد اللي ما هم ملهمش نفس اللي هم يذاكروا اليومين دولت، ومن اولهم ولادي، معرفش، ربنا يهديهم ويصلح حالهم. بيجي ايام الامتحانات الخوف يمسكهم والقلق، وما يبقوش عايزين ولا يذاكروا ولا يبقى ليهم نفس للمذاكرة، ويبقوا عايزين يناموا خلاص ولا يسألوا في اي حاجة. ربنا يصلح لهم حالهم ويفوقهم ويذكرهم ويعليهم يا رب، ويا رب، ويذكرهم باللي ذكروه، ويوقف لهم ولاد الحلال اولا واخيرا يا رب العالمين، اللي هم يسندوهم كده وياخدوا بايديهم، ويوقف لهم الاصحاب اللي تساعدهم على اللي هم يبقوا احسن يا رب العالمين. اللهم امين امين، ولي ولكم ولجميع الطلبة، ربنا يرزقهم الفهم والحفظ. انا بقول لكم هنا انا بقيت احط حاجه كده على على المواعين علشان ما تتطربش. ماشي، انا كده كده كل ما باجي اخد حاجه اعمل فيها الاكل بشطفها كده على خفيف، يعني بشطفها مش بغسلها تاني من اول وجديد. بس بقيت برضو بحط حاجه بغطي المواعين علشان ما يجيش عليها التراب، حتى كمان وانا بكنس، من غير وانا بكنس كمان بقيت اغطيها، عشان انتوا عارفين المكان المفتوح بيبقى التراب جامد يعني. وبرضو لو في اي حاجة، انا اوقات برضو والله عزكم الله بيبقى فيه موجود اللي هو البرص دوت المكان، علشان يعني مش متبلط والطوب الاحمر ده بيجي فيه اعزكم الله ابراس يعني. ربنا يحفظنا جميعا. فبس برضو بالنظافة الحاجات ديت لو كانت موجودة بتمشي، ما بتقعدش يعني. بالنظافة وبالشيل يعني الحركة باستمرار، لما بحرك الحاجة من مكان لمكان لو في اي حاجة بتمشي او بقدر اسيطر عليها كده. الحمد لله انا احسن من غيري يا جماعة، الحمد لله الحمد لله. وان شاء الله ربنا هيكرم الجميع، احسن من غيرنا، احسن من اللي ملهمش بيوت. بشوف والله وانا بودي بنتي المدرسة، بشوف ناس نايمين في الشوارع ملهمش بيوت، وناس كبيرة، وناس يعني مش من اللي هم فاقدين عقلهم ولا اي حاجة، ناس فعلا ملهمش مأوى، ملهمش بيوت. انا احسن من ناس كتير الحمد لله. بس الواحد عنده طموح وعنده امل في ربنا اولا واخيرا، اللي هو يزود في رزقنا ويوسع ما علينا يا رب. ربنا يرزقنا الحلال الطيب، اللهم امين يا رب العالمين. حابة اقول لكم برضو انا في الفيديو دوت برضو حابة انوه، اللي انا هنزل لكم صورة على المنتدى، وهبين لكم اللي هو الدفعة بتاعتي المفروض اللي انا اقبضها، او الارباح بتاعتي من اليوتيوب. انا بقالي اكتر من سنتين فاتحة القناة، وما ما ربحتش خالص يعني، ما جاليش ارباح من اليوتيوب، ما حققتش الحد الادنى يعني اللي انا اقبض من اليوتيوب. فانا قربت ان شاء الله هنزل لكم صورة على المنتدى، يا ريت تتفاعلوا معاها. ويا ريت، انا منزله الفيديو ده هو طويل شويه، بس حبايبي استحملوني، اتفرجوا لي عليه للاخر واتفرجوا عليه للاعلانات. ويا ريت الفيديو دوت قبل ال4 ساعات الاولانيين من نشره يا رب يعدي الالف مشاهده، علشان ال1000 المشاهدة الأولانية ديت هتفرق معايا، اللي أنا أزيد في الأرباح، لأن لما بيبقى الفيديو معلهوش 1000 مشاهدة في الأول، يعني كده في ال4 ساعات الأولانيين، الأرباح بتاعته فرصته في الأرباح بتبقى قليلة جدا يعني. والفيديو اللي بيعدي عليه يوم ما بيكونش محقق معدي ال1000 مشاهدة، يعني ما بينزلش عليه أرباح. فتعبي ومجهودي حتى النت اللي أنا بصرفه عليه ما بيجيبش تمنه، يعني الفيديوهات اللي ما هي ما بتعديش ال1000 مشاهدة ما بتجيبش تمن حتى النت اللي أنا بصرفها عليها. فحبيت أديكوا نبذة بس عن الشغل يعني في اليوتيوب والأرباح من اليوتيوب. فأنا هنزل لكم، وعسى اللي أنا يعني ربنا، أنا حابة اللي أنا أشارككم موضوع الأرباح ده، علشان يبقى بشرة خير، وأخد دعوة منكم إن شاء الله كويسة، اللي هي عسى أن تكونوا
ربنا مستجاب دعوتكم ان شاء الله، ان شاء الله. انا متفائله خير اللي انتوا هتدعوا لي، وربنا ان شاء الله هيرزقني واقبض ان شاء الله عن قريب من اليوتيوب بفضل ربنا، ثم بدعواتكم باذن الله. ربنا يسخر لنا كده ولاد الحلال. و وانا زي ما انا بدعي لكم بظهر الغيب واحد واحد، او اسم اسم عندي من المتابعين يا حبايبي اللي هم سندي وظهري في القناة، بدعي لكم في الاوقات ان شاء الله ربنا يكون فيها استجابة. ادعوا لي ادعوا لي ربنا كده ان شاء الله اقبض كده ان شاء الله عن قريب من اليوتيوب، واحس اللي تعبي كده ما راحش هدر. ربنا كده يرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب يا رب العالمين. طبعا الجو برد والجو ساقع يا حبايبي. وبعد طبعا التنظيفات اللي انا عملتها، طبعا قلت ايه افرش بره كده قبل الموضوع ده. كان العصرية كده، وولادي طبعا زي ما قلت لكم ما لهمش طبعا، ما بقوش ينزلوا المدارس، ما لهمش نفس. يا رب ربنا يفتح نفسهم على المذاكرة يا رب، عشان انا قلقانة بجد عليهم. ربنا يصلح حالهم جميعا وحال ولاد المسلمين كلهم يا رب العالمين. ولادي لقيتهم كده ايه قعدوا جنبي وانا بره، مع ان الجو كان هوا وسقعة. قالوا لي لا. حتى بنتي الصغيرة كانت تعبانة، قالت لي ايه قالت لي انا هخرج معاكي، انا زهقت. قلت لها خلاص تعالي افرشي نامي جنبي وايه واقعدي. لقينا يا عيني بعد ما عملت شوية كده، وانا مرضتش اعمل الكرنب من الاول والاخر معاكم كده عشان ما تزهقوش. وبعدين انا عملت معاكم كتير بصراحة على القناة عشان ما تزهقوش مني. وانتوا عارفين انا بعمل الخلطة ازاي، وعارفين ان طبعا كلكم يعني بتعرفوا تجيبوا تشتروا الكرنب ما شاء الله عليكم، وتعرفوا تقطعوه كده. وقلت بقى ايه ما اشغلش دماغكم الحاجات دي كلها، ما خليش الفيديو يبقى طويل قوي قوي يعني وتملوا. انا بحب اعمل الكرنب اللي هو البلدي ده، ما شاء الله بيبقى حلو قوي قوي قوي، ورقته حلوة وبيبقى مسكرة. البلدي هو احسن نوع من انواع الكرنب، فبحب اجيبه حتى لو كان غالي شوية. بقول مش مشكلة يعني، لما الكرنباية تبقى كبيرة شوية وترمي ورق وتريحني في العمايل، ورقها تبقى كبيرة كده يعني الكرنباية البلدي. حتى بصوا يا بنت اهيت والله. وبصوا طبعا ما عندهاش ألعاب خالص من صغرها يا عيني، مظلومة. مكة بنتي الصغيرة دي اتظلمت من وهي صغيرة، ما جالهاش ولا لعبة. فلعبتها الوحيدة اللي هي الأرانب الصغيرة. بتفرح جدا لما بيبقى موجود الأرانب الصغيرة، بتبقى واخداها معاها وهي نايمة وهي تعبانة يا عيني، بتبقى عايزة ايه تاخدهم في حضنها كده. تقولي حيوانات أليفة، بحب الحيوانات الأليفة. وديت مش قطط، عشان هي كانت طالبة منه قطط قبل قطة. كل ما تشوف قطة في الشارع بتبقى عايزاها، فبقيت بقى ايه اخليها يعني الارانب دولت لعبتها يعني. ربنا يهدي ولادنا جميعا. فلقيت الجو سقع بصراحة قوي قوي قوي، كلهم تكتكوا. قمت قلت لهم لا نخش نكمل جوه، احنا منضفين وكده، فنكمل جوه بقى. فكملتها هيت والحمد لله، وطلعت حلة محشي زي العسل والله العظيم. كانت عايزاكوا تستاهل بقكوا. ربنا كده يا رب يوسع رزقكم جميعا يا رب، ويملى بيوتكم بالخير. حطيت كده مكعب مرق الدجاج، وشوية ملح وشوية كمون وايه وحبة زيت صغيرين، وعملت حبة الشوربة اللي انتوا شايفينها دولت. وسقيت بقى المحشي كده. طبعا ايه الاكله ديت طبعا بتدفي العيال. اول لما المحشي استوى ما اقولكوش يعني، وهو سخن كده كلنا كلنا علشان هي كانت على عشاء بصراحه. احنا بنصلي العشاء كده الحمد لله، وننام. بقوم انا على الساعه 10 كده علشان ميعاد الادويه بتاعتي اللي انا باخدها، الادويه الدايمه ديت الساعه 10. ببقى ظابطه المنبه وبصحى وباخد الادويه بتاعتي وبنام تاني يعني. وبقوم ايه الفجر. ربنا يجعلنا دايما كده يا رب من المصلين الفجر واهله وخاصته يا رب العالمين، ويحبب ولادنا يا رب في الصلاه، ويحببنا في الصلاه في موعدها، اللهم امين. زي ما بقول لكم هي تبصوا حله محشي ما شاء الله عليها، تدفي وتكفي عيله يعني. ديت اتعشينا منها وكفتنا برضو لتاني يوم اهو. حبة محشي جمال معتبرين.
ربنا يرزقنا الخير دايما يا رب في بيوتنا يا رب، وما يقطعش الخير من بيوتنا ولا من بلادنا يا رب، يملى بلادنا كلها بالخير. بشكر حبايبي من داخل مصر وخارج مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.